السلام عليكم حبايب قلبي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ بتمنى تكونوا بألف صحة وخير دائما يا رب. يا عيني ويا سلام. شوفوا لي الكليشة اللي نحضرها اليوم بالعجوة مع سر البهارات اللي حنحضرها لحالنا نحن بالبيت. بهارات السوق ما حنجيب نحن منها، رح نجيبها ونحمصها وندللها هيك بالبيت على 24. أول شي بدنا معلقتين كبار من اليانسون، تمام؟ بدنا نحطهم كلهم بمقلاية مشان نحمصهم. عنا معلقة كبيرة من الزنجبيل ونص معلقة كبيرة من القرفة. طبعا فينا نكتر الكمية أو نقللها نحن حسب ما بيلزمنا. وعنا معلقتين كبار من الشمرة، وعنا تقريبا براس المعلقة هيك نص معلقة صغيرة أو معلقة صغيرة من القرنفل، وعنا معلقة كبيرة من الهيل. وعنا هلأ المحلب بدنا معلقة كبيرة ونص، وعنا جوزة الطيب نص معلقة كبيرة، حتى لو حطيتوا معلقة ما بيأثر. هلا بدنا نحمصهم على نار هادية. شوفوا البهارات شلون لونها فاتح هلا، تمام؟ بعد التحميص رح تصير عندي هيك غامقة ورح تعطي ريحة أطيب وطعم أطيب. هلا بنجي للمكونات العجينة. بدنا 4 كاسات كبار من الطحين، وعنا بدنا نحط معلقتين ونص كبار من البهارات اللي حضرناها تبع الكليشة، تمام؟ وبدنا نحط لهم رشة ملح، تقريبا نص معلقة صغيرة من الملح. وعنا نص ظرف باكنج بودر، بيجي هو 16 جرام، بدنا نحط تقريبا النص لحنا. وبدنا نخلط المكونات هلأ على الناشف كلياتها. بحلة تانية بدنا نحط 3 معالق كبار من السكر، سكر خشن يعني ما له بودرة أو شيء، خشن عادي. ونص كاسة كبيرة من الزيت النباتي. وعندي كمان حليب، بدي احط كاسة كبيرة من الحليب. وعندي 4 معالق كبار من السمنة، وبدنا نخلطهم مزبوط لحتى يدوب السكر عنا تماما. وبعدين بنضيفهم فوق الطحينات وبدنا نعجنهم هلا. ونسيت انا احط حبة البركة، بدنا معلقة كبيرة من حبة البركة ومعلقة كبيرة من السمسم، سمسم محمص او عادي ما بيأثر. هلا العجينة بعد ما عجنتها بدي ارجع احطها على سطح المجلة واعجنها تقريبا مدة 10 دقايق لحتى تصير عندي متكامشة مع بعضها، لانه هي هيك جاي مبرغلة. هلا شايفينها بدنا نضل نعجنها مزبوط لحتى تصير معانا وتلم حالها بهذا الشكل. شايفين العجينة طرية وما احلاها. هلا هيك العجينة صارت عنا جاهزة بهذا الشكل، تمام؟ بنريحها تقريبا ربع ساعة قبل ما نشتغل فيها. هلا بنيجي للعجوة، بدنا نحط معلقة كبيرة من الهيل. وعندي سمنة، أنا السمنة إنه بفضل تكون مو دايبة، بس أنا السمنة كانت عندي دايبة فخلص حطيتها وبدي أعجنها، تمام؟ بدنا معلقة كبيرة من السمنة. هلا بدنا نشكل الكليشة. عنا قالب، بدنا يفضل نحط يعني كيس سولوفان، هي الفولية بنحطها مشان بس تسهل يعني علينا انه القالب ما يلزق معنا والعجينة تلزق بالقالب، وهيك بيكون الشغل طبعا اسرع. تمام؟ شوف حطيت اول طبقة، والطبقة طبعا ما بدنا نسمكها. وبدنا نجيب العجوة. طبعا فيكم تحشوها عجوة وفيكم ما تحشوها، بس انا حبيت اعملها بعجوة. بنحط العجوة بالنص وبدنا نترك الاطراف تبع العجوة هيك تقريبا فايتة لجوا، يعني ما بدنا نحطها على الطبق، شايفين؟ مشان ما تطلع عنا لبرا وتضل يعني لفة القالب حلوة وما تكون مبينة عجوة على الاطراف. هلا للطبقة الفوقانية بدنا نمدها بهذا الشكل. طبعا يفضل تستخدموا كيس مثل ما قلت لكم مشان يعني السرعة. وبدنا نحطها والاطراف بدنا نحررها هيك، كل شي زوايد عنا بدنا نشيلها. ونضغط القالب مزبوط مزبوط مشان يتشكل معانا القالب، تطلع الرسمة مثل ما هي. شايفين قلبتها هلا هيك وما احلاها. هلا بصفون على صينية لحتى اخلص الكمية كلياتها، تمام؟ بعدين بحمل الفرن على درجة حرارة 250 من فوق ومن تحت، وبدخلهم تقريبا بدهم آه ربع ساعة ل 17 دقيقة. بيطلعوا معنا بهذا الشكل والتأميرة الحلوة. وهلأ بسم الله رح نقطعها بهذا الشكل. شوفوا لي العجوة من جوا ما أحلاها، والعجينة عم تهرف هرف، يعني عم تفرط لحالها. عجينة كتير ظابطة، والوصفة بتمنى تنال إعجابكم.
طبعا مثل ما قلت لكم فيكم انتم تعملوها بعجوة وفيكم تعملوها سادة. شايفين؟ تحميرة وحدة كلياتهم. بتمنى الوصفة تكون نالت إعجابكم، ولا تنسوا تدعمونا على الصفحة بلايك، وإذا ما كنتم مشتركين معنا اشتركوا. يا ميت أهلا وسهلا فيكم، صحتين وهنا وعوافي.